تعالوا نتخيل ان احنا رحنا الجيم وقررنا ان احنا نبني عضلات ونخلي شكل جسمنا افضل. عايز اتحول من مرحلة الوزن الخفيف ده لمرحلة الوزن التقيل ده. المفروض اعمل ايه؟ باخد عدد ساعات تمارين معينة او ايام تمارين معينة عشان اقدر ابني العضلات في جسمي بشكل كويس، وبالتالي يكون عندي شيب كويس. طب هل انا اول ما بروح الجيم بقول لهم عايز اطلع عضلات دلوقتي بسرعة في يومين 3 ساعات؟ لا، الكلام ده مش هينفع، وكلنا متأكدين من حاجة زي كده. طب ليه لما بنيجي عند الانجليش بنعطل وبنقول لا انا عايز اتكلم انجليش في 5 ساعات، في 6 ساعات، في اسبوع، في 10 ايام؟ الكلام ده غير مناسب على الاطلاق. ليه؟ حسب معايير الاتحاد الاوروبي CEFR بيقول لي ان انا عشان اتنقل من مرحله الاي 1 اللي هو لسه مبتدئ لسه بيفك الدنيا يعني بالنسبه له، بيحتاج ما بين 90 ل 100 ساعه بيسموها guided learning hours، يعني تحت اشراف متخصص او من خلال الكورسات الدروس وهكذا. طيب عشان نتنقل من مرحلة الجسم ده للجسم ده احنا قلنا بناخد وقت. طيب بالنسبة لي بقى عشان اوصل لمرحلة السي 1 او الطلاقة في اللغة محتاج ما بين 700 ساعة ل 800 ساعة من التعلم المستمر تحت إشراف متخصص. وبالتالي الموضوع هنا بيفرق معانا بشكل كبير، إن إحنا محتاجين نعرف إن عدد ساعاتنا للدراسة عشان نوصل لمستوى الطلاقة دي بتحتاج وقت كبير، مش أقل من سنتين أو سنتين ونص مثلا حسب معدل دراستي للغة. يبقى بالتالي الانجليش بالظبط شبه فكرة بناء العضلات في الجيم. ما تنساش follow for more.